السلام الغزالات، نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، وفرحانه انني غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو لانني من هذا شحال وانا كنساي نبارطاجيها معكم. كنت كنلقى فقط الوقت المناسب اللي غادي نسجل لكم فيها باش هكا نكون على راحتي ونعطيكم كاع داكشي اللي استفدت منه اللي مريت به في نفس الوقت. فاكيد مؤخرا من بعد ما شفتوني يعني كنتبع واحد النظام غذائي صحي، انني زدت بعض الحوايج، نقصت بعض الحوايج. يعني علاش اتخذتي هذا النمط الصحي؟ واش لانك كتعاني من بعض الامراض او لا؟ يعني علاش؟ قولي لينا علاش. النقطه الاولى بعدا اللي غادي نبداو بها هو ان ماشي ولا بدا نكونوا مرض باش نتبعوا واحد النظام صحي في حياتنا. بالعكس حنا هذا الشيء كنديروه للوقايه من الامراض وباش نعيشوا او لا باش ندخلوا في واحد النمط صحي اللي يخلينا نعيشوا بواحد صحه سليمه، واحد العقل صحي كما تنقولوا، العقل السليم في الجسم السليم. فقد ما دخلنا الجسم ديالنا اشياء زوينه وكنعرفوا شنو كناكلوا، شنو كيجي معنا، شنو اللي ما كيجيش معنا، شنو اللي صحي وشنو اللي غير صحي، من طبيعه الحال في حدود الادراك والمعرفه ديالنا. فاحنا شيئا ما تنحاولوا اننا نمشيو في الطريق الصحيح، وبالتالي حتى التفكير ديالنا ونمط التفكير ديالنا من طبيعه الحال فهو يتحسن بكثير، وكنسطر على واحد النقطه حتى النفسيه تتغير نحو الاحسن بطريقه جد ملحوظه. من طبيعه الحال هادو واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كنعانيو منها حنا كسيدات من طبيعه الحال اللي انا غادي نبارطاجيهم معكم، وكيف ما انا استفدت منهم يعني كسيده. يعني هاد الطريق الحمد لله اللي مشيت فيها الحمد لله فاتني، فاكيد حتى نتوما غادا تفيدكم. كنهضر خصوصا على الناس اللي في وضعيه صحيه عاديه، ما على الناس ديال اللي مريضين بالسكر او لا اللي عندهم مثلا بعض الامراض، فقط على الناس اللي هما عاديين واللي يقدروا انهم يستافدوا من التجربه ديالي. دونك البدايه فوقاش كانت كتعرفوا باننا حتى كنتحطوا في واحد المشكل عاد كنبداو نقلبوا على الحل. اما قبل فاحنا كنكونوا في واحد السبات عميق جدا، يعني كنولفوا هذيك الدائره الراحه اللي تنكونوا فيها، وكتجينا صعيبه اننا نخرجوا منها، خصوصا ملي كنبداو نولفوا الحلوى، الماكله، النعاس، ما كنديروش الرياضه. دونك اول حاجه بديت كنديرها خصوصا في الشهر الاول، بديت كنحاول انني نقاد الماكله ديالي. الحاجه اللي نفعتني بزاف هي خرجتني صعيبه في الاول، ونقول لكم باش حسيت يعني من قطعت السكر في 3 ايام الاولى. هذيك 3 ايام الاولى هي المصير ديالكم، صوروا شحال جاتني صعيبه، ولا كيحرقني راسي، ولا كتجيني السخفه، ولا باغا غير نعاس، ولا كيجيني واحد الخمول، لدرجه وليت كنقول مع راسي فين هما هاد الفوائد اللي تيقولوا لنا بان السكر الا قطعناه راه حنا غنوليو صحه جيده. انا ما بان ليش هادشي ولكن ملي دخلت عاوتاني كنبحث لقيت بان سي فغي بزاف تاع الناس في الايام الاولى كيوقع لهم هذا المشكل. فلقيت بان هاد الاشياء تتسمى بالاعراض الانسحابيه ديال السكر من الجسم ديالنا. يعني السكر منين كنبداو نعاونوه انه ينقص لينا من الجسم ديالنا، فاحنا كيوقعوا لينا هاد الاعراض ديال الخمول، ديال الهذيان، ديال باغيين غير نعسو، ديال ان مثلا حتى حرق الراس صراحه كان كيشدني. فقلت ماشي مشكل، من اعراض ودايزه وغادي تكون واحد النتيجه احسن من القدام، فيها بس نصبر. كما قلت لكم جاتني صعيبه في الاول. خلاص المذاق ديال القهوه ما كنتش كنقدر ندوزو، المذاق ديال اتاي، الحلوه كنشوف خلاص وليداتي كياكلوها تنبقى نقول يا ربي الحبيب شنو هذاك. كنمشي بعض المرات غير كندوق، ومني كندوق كنحس بواحد الندم، اش غادي نقول لكم. ولكن بقيت واخا هكذاك بقيت كنكابر وتنصبر. ما تصوروش من بعد تقريبا ما داز واحد 10 ايام بلا ما نشعر لاحظت راسي تزادت ليا واحد الطاقه، لانني وليت نشيطه جدا، وليت كنجي لداري بكل حيويه. وليت خصوصا ما كنساش بزاف، لان شحال هذيك كنحط الحاجه كنساها ما تنعرفش فين حطيتها. باش تعرفوا بان السكر شحال كيدمر لينا الخلايا ديال الدماغ، ما كيبقاش التركيز ديالك يعني مشتت، بالعكس يعني كتولي تبارك الله كتشدي واحد الحاجه كتبقاي تقاديها يعني كتكوني مركزه فيها اكثر. كتحسي بالنفسيه ديالك والمزاج ديالك كيتحسن احسن بكثير. وهذا الشيء ان شاء الله النهار اللي غادي تجربوه غادي تعرفوني علاش كنهضر، وما يمكنش تحبسوا، غادي تكملوا، غادي تقلبوا اكثر واكثر. الحاجه الاخرى اللي لاحظت ان وجهي وذاتي بدات كتنقص، يعني الوزن بدا شويه كينقص، لاحظت وجهي بدا بحال كيتفش، ما بقاوش عندي بعض الانتفاخات، خصوصا هاد البلاصه اللي كتكون عندنا هنا. لاحظت بدات كتمشي غير بوحديتها، خصوصا بعد الانتفاخات يقولوا لنا هنا في صباعنا، لاحظتهم بداو كيمشيو غير بوحديتهم.
فاش قلب لقيت بان غرام ديال السكر باش يبقى لينا في الجسم ديالنا كيحتاج ل 3 غرام ديال الماء. فتصوروا معايا هاد الكميات او هاد الغرامات ديال السكر اللي عندنا في جسمنا شحال ديال الماء قابطين معاهم، وهذاك الماء هو اللي كينفخنا. يعني في الاسابيع الاولى من انكم غادي تقطعوا السكر تلاحظوا بان بعض الكيلوات بداو كينقصوا غير بلوفيت ديال انكم نقصوا السكر. الماء بطبيعه الحال كيمشي في جميع الحالات الطبيعيه ديالو، يعني في التعرق اولا في التبول، يعني في البول. الحاجه اللي مزيانه شوفوا شحال ديال الفوائد. هاد النقطه هذه انا درتها يعني بالتوازي مع الصيام المتقطع. الصيام المتقطع فانا كنت كنبدا الماكله ديالي اولا العشاء مثلا تنتعشى مع 8 وتنقطع الماكله وكنبقى حتى لغدا مع 12 عاوتاني كنتغدى، وما بين الوجبتين يعني تقريبا كانوا عندي 2 وجبات في النهار، يعني ما بين الوجبتين فقط كناخذ ماء وتنشرب الماء بكثره محيده السكر. كنشرب مثلا دي تيزان قهوه. الى جاني بعض المرات الجوع كناخذ هكذا خيار، كناخذ خيزو، كناخذ باربا، العصير ديال الكرافس ديال الباربا نقدر ندوز به الصباح كذلك، لانه فريمون ديتوكسيفي لنا لو كور ديالنا وتتحسوا حتى بواحد النضاره في البشره ديالكم. دونك هذا هو النظام اللي تبعت. فقط بالنسبه للخبز حتى هو قطعته، لان الجلوتين حقا نسيت ما قلت لكم، قطعت السكر، قطعت الخبز، وقطعت الحليب. الحليب كان من بين الحويجات، كنضحك فهمتي واحد الحمامه دايزه. الحليب من بين الحوايج اللي كانوا كيديروا ليا لي غاز بزاف، يعني خصوصا الحليب الحيواني، وكينفخ ليا كرشي. يعني ان فوا كناكلو صافي كرشي كيولي عندي واحد كيوليو عندي لي غاز بزاف، وتنحس دائما بحال واحد الكره هنا في كرشي وما تنعرف شنو السبب. زائد الخبز بجميع انواعه، الدقيق الابيض، الدقيق يعني ديال الزرع، وهذا انا ما عنديش حساسيه من الجلوتين. البنات اللي قالوا لي واش نقصتي زعما اولا حيدتي الدقيق يعني على حساب عندك حساسيه، لا انا الخبز لاحظت بانه كنحس بواحد الثقوله ملي كناكلو. ماشي قطعته بمره، راه بعد مرات ملي كنت شهاره كناخذو، ولكن ماشي على طول الاسبوع، نقدر ناخذو غير مره في الاسبوع. السكر مره الا خديت شي حليوه، ولكن حتى الا خديتها كنذوق منها غير شي شويه، ماشي بديك الجهاله اللي كنت فيها شحال هادي خاصني الحلوه ديالي كامله ناخذها كامله. لا دابا وليت نقدر غير ندوق غير واحد شويه صافي كافيني وموفيني. وكنحمد الله سبحانه وتعالى اللي وصلت لهاد المرحله ولقيت واحد التحسن كثير. حاجه اخرى اللي بديت فيها واللي خاصكم تبداوها، علاش؟ لانكم ملي كتمشيو في هذا النظام هذا الوزن ديالكم كيبدا ينقص، هذه اوتوماتيكيا اولا تلقائيا كيبدا الوزن ديالكم تينقص. دونك باش ما يحددوش ليكم ترهلات خاصكم ديروا رياضه، ولا بدا من الرياضه الى جانب اننا كنضعف، وهذا واحد التاثير عندها على النفسيه ديالنا وعلى المزاج ديالنا راه لا يمكن ان اصفه لكم الا ما جربتوش. وشوفوا تبارك الله الكم ديال الخير وديال الرزق في هذه الاشياء اللي انا اتاسف انني كنت كنجهلها او ربما كنت كنسمعها ولا اعيرها سين. والحمد لله دابا منين عرفت علاش، حيت وانتوما غاديين في هذا الطريق كتبداو تشوفوا التغيرات، يعني في هذه الرحله كتبداو تشوفوا التغيرات. دونك ملي كتبداو تشوفوا التغيرات كتلقاو راسكم نتوما بينكم بين نفسكم كتعلموا شي حوايج بلا ما يعلمها لكم شي واحد، وتيكونوا شي حوايج حقيقيين اللي انت عشتيهم، يعني انت جربتيهم، كانت في هذيك التجربه ديالك انت تعلمتيها. دونك بالنسبه للرياضه بديت تقريبا 3 المرات في الاسبوع، حتى دابا راني مازال غادا على نفسي. نوريكم بلاتي شويه يعني هذا في يوتيوب يعني شنو اول يعني شنو سميتهم تمارين يعني بديت فيهم. واخا جاتني صعيبه الرياضه في الاول، ولكن الحمد لله. المهم انا بلاتي شويه ان شاء الله وغادي نهضر. راه ما كاينش شي حاجه سميتها اننا نقصوا الوزن ديالنا ونحافظوا على الصحه ديالنا بدون نظام غذائي صحي وبدون رياضه. راه هاد الجوج هادو الا ما كانوش والا ما تجمعوش، راه ما تخليوش شي واحد يجي ويكذب عليكم على قبل واحد الغرض تجاري باش يبيع لكم واحد لو برودوي اللي غادي يهلككم فقط في الصحه ديالكم. هذاك الشيء فقط الذي يتداول. حاولوا انكم ما تثقوش باي حاجه كتشوفوها، حاولوا انكم تشدوا صحتكم بصح بشي حاجه اللي هي طبيعيه، بالاكل الصحي، بالحركه. اما باش الانسان يبقى يعني بعض يعني المساجات او الرسائل الاشهاريه اللي كيبقى يقول لك نقص 10 كيلو انت غير في بلاصتك بلا ما تحركش، كي غنديروا لها هذه؟ فمن الاحسن الانسان يمشي في الطبيعي، يعني ناخذوا الطريق الصحيحه.
يعني بغيتي تبداي، بداي بالصحيح، بداي بالاشياء اللي هي طبيعيه، ما تمشيش تلتجئي لبعض الاشياء اللي انت ما عارفاش شنو فيها. كما قلت لكم يعني بالنسبه للسكر اللي تنقطعوه اوتوماتيكمون كتنقص لينا الشهيه، حنا بلا ما نحتاجوا لا نمشيو نشريو ادويه ديال كبح الشهيه اولا نقص الشهيه، غادي نمشيو ولا لا نقطعوا غير السكر غادي تنقص لينا الشهيه، ما نبقاوش نقلبوا على الماكله. وانا هاد الهضره تنقولها عن تجربه. حاجه اخرى كتزاد لينا الطاقه ملي كنقطعوا السكر. علاش؟ لان الجسم ملي كينقص او ملي كنقصوا السكر ما تيبقاش لنا في الجسم ديالنا، الجسم طبيعه الحال باش يكون نشيط كيمشي يقلب على مصادر ديال الطاقه اخرى، دونك تيمشي كياخذها من الدهون لان في الجسم ديالنا، والطاقه ديال الدهون فهي احسن بكثير من الطاقه اللي كياخذها جسمنا من السكر. علاش؟ لان هي ملي كيبدا الجسم ديالنا كياخذ الطاقه من الدهون، الطاقه يعني الدهون كيبداو يتحرقوا، كنبداو الحمد لله كنخسروا دهون، كنبداو نضعفوا اكثر. دونك ملي كنبداو نفهموا هذا المنطق خاصنا غير نوعاو بهاد الاشياء، يعني ملي كنبداو نفهموها صافي كنمشيو في داك النظام. علاش؟ لاننا كنكونوا عارفين. انا كنهضر على الناس العاديين يعني بحالي بحالهم، داكشي علاش كنبارطاجي معكم طبيعه الحال هاد التجربه ديالي. فكان يكون المشكل يعني مثلا في عقلنا كبير، حنا باغيين نضعفوا، حنا باغي نكون يعني نشيطه، باغي يكون عندي المورال مزيان، باغا وتيجيب لنا الله بان راه هادشي خاصو ما نعرف شنو خاصو مال الدنيا، خاصو شي حاجه ديال الخيال العلمي. مع العلم ان الحل راه بسيط جدا، ولكن للاسف ما كنلقاوش بزاف ديال الناس اللي كيلقنونا هاد الاشياء خصنا حنا نبحثوا فيها، راه ما كاينش اللي غادي يعطيها لنا هاد الاشياء، لان هادشي ماشي في صالح بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا التجاره في هذا الميدان هذا، ماشي في صالحهم انك تعرفي هاد المعلومات. انك فقط لا غادي تقطعي السكر، اسمحوا لنا على الازعاج، انكم تعرفوا هاد الاشياء صافي غادي تنقصوا الوزن، غادي توليو في صحه جيده. بالعكس الناس كتبغي دراماتيزي الاشياء، ودائما بين قوسين كنهضر على الناس العاديين يعني اللي بحالي بحالهم، الناس كتبغي دراماتيزي الاشياء باش تاخذ منك، باش تسوق ليك واحد المنتوج، باش انك تنقصي الوزن او باش انك تنقصي الشهيه. شنو قلنا ملي كنقصوا السكر الجسم باش ياخذ الطاقه ديالو، لان الجسم خاصو ولا بدا طاقه كيمشي كياخذها من الدهون. فالطاقه ديال الدهون تبارك الله هي اللي كتعطينا واحد النشاط زوين، كتعطينا يعني ماشي نشاط اللي تيكون مؤقت، بالعكس كنكونوا نشيطين، كنكونوا تبارك الله فينا واحد الحماس، فينا باش نكونوا براسنا بوليداتنا كنحسوا براسنا خفاف، وفي نفس الوقت الدهون فهما كيتحرقوا وكنبداو نطيحوا الوزن. يعني بواحد الطريقه كنتوما كتشوفوا هذا التماثل وهذا التوازن سبحان الله في الطبيعه ديال الجسم ديالنا، فقط يعني باشياء بسيطه وبخطوات بسيطه اللي حنا كنعتمدوها وعن تجربه خاصه. الوجبات ديالي كندخل فيهم هكا بروتينات، سواء حوت سواء لحم، سواء الدجاج سواء كبده، المهم خاص ولا بدا البروتين يكون في النظام الغذائي ديالنا باش يعاوننا اننا الحمد لله نربيو عضلات، واللي منين كنحيدو الشحمه كيجي في بلاصتها يعني واحد العضل باش هكا الانسان ماشي كيبدا يبان هزيل وضعيف، لا، لان انا هذا ماشي هو لوبجيكتيف ديالي، ما بشي بغيت نضعف يعني كما تنسموا ديك الضعوفيه الخايبه، لا انا بغيت نضعف، ولكن في نفس الوقت يعني تنحافظ على اللياقه البدنيه ديالي وباش نربيو عضل. علاش؟ لان الانسان مع التقدم في السن تيولي صعيب باش انه يربي عضلات، وحتى العضلات مع التقدم في السن كتولي يعني بحال كترخى. فباش نزيدو نقويو بعد العضلات اللي عندنا خاص ولا بدا رياضه، وخاص تمارين المقاومه اللي غادي نبارطاجي معكم بلاتي، تمارين يعني اللي غير في الدار. انا صراحه من الناس اللي ما تنقدرش نمشي للنوادي، كنحس براسي تنكون برزطه، ما يعني تسجلت ماشي مره ماشي جوج وكنلقى راسي بحال غير تنسيب فلوسي وصافي، ما تنقدر صراحه على دوك الاماكن. فلقيت راحتي في الدار تبارك الله، انترنت عامر، كاينين دي فيديو سور يوتيوب، كل واحد كيمشي على حسب الجهد ديالو. في الاول اي واحد فينا تيحس بواحد العيا ما تيقدرش، كيحس بواحد المعاناه، سي نورمال، لان حنا ماشي كنا مقابلين الماكله والنعاس وقله الحركه، ونهار ما تصوي جالس، فبين ليله وضحاها غادي تحركي، فمن طبيعه الحال تلقاي واحد الصعوبه من طبيعه الحال، وغيجوك لي كورباتور، ولكن خاص الاصرار. صافي لو كورباتور عندهم ماكسيموم واحد الاسبوع غادي نمشيو، وغادي تبقاي تلقاي واحد الحلاوه وانت تديري الرياضه ديالك. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بعض الاطباق اللي انا كندير
كذلك بالنسبه للرياضه شنو هما الاشياء اللي تندير. ونتمنى حتى نتوما ان شاء الله غير تاخذوا المبادره. متفقه معكم حتى شي حاجه ما سهله، وبزاف النساء كيبداو الرياضه وتتقول لك انا ما قدرتش نكمل، راه الصباح صبحت مدقدقه وما قدرتش نوض. سي نورمال، واش كيقول لك اللي بغى الزين يصبر لقريص النحل ياك هادشي اللي كاين. دونك سي نورمال يجونا لي كورباتور غادي نعياو، ولكن فكري في النتيجه. راه ملي تشوفي النتيجه غادي تنساي هذاك الشيء اللي دزتي منه. ولي كورباتور راه عندهم وقتهم، يعني غير في الاول بيد ما كيتاقلم الجسم مع الرياضه وهذا الحمد لله راه وبداو دقيق. شوفي انت شنو كيوالمك، المهم ما تجلسيش بلاش، المهم تحركي. راه ما تصوروش الافضل اللي كاين في الحركه. راه ما يمكنش نبقاو قابطين التليفونات نهار وما طال وجالسين مجمعين نهار وما طال وجالسين نهار وما طال غير هكاك، وفي الاخر نبقاو نتشكاو. علاش انا البنات راه وصلت لواحد المرحله كنبقى جالسه في البيرو نهار كامل، كنجي للدار دغيا خاصه نزربان داكشي في الكوزينه صافي كنجي كنعس. وشوف شحال من عام وانا في هذا النظام هذا. مره في الويكاند كنخرج ندير لا مارش انا وراجلي، ولكن داكشي ما مكفيش، فولاو ركابيات يضروني. تصوروا وليت ملي كنبقى نتمشى كنسمع طق 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 طق، ما بقيتش ميم الدروج نقدر نقاز ولا بحال اللي يكون شحال هادي سوبل. كنت فاطمه هادشي راه ما خدامش، وبديت الرياضه ديالي، بديت الريجيم والحمد لله واحد النتيجه اللهم لك الحمد عليها. حتى ظهري كانوا عندي واحد الالم كيجيني في ظهري فظيع. علاش؟ لان حتى السكر ملي كنقطعوه دوك الالتهابات اللي تيكونوا لنا في جسمنا كيبداو يختفيو مع مرور الوقت. شوفوا سبحان الله شحال ديال النتائج وشحال ديال النعم ملي كنقطعوا علينا هاد السموم هادي، شحال ديال الخير كنلقاو. فاشنو بغينا اكثر؟ انا بيان سور غادي نهضر معكم باش نشجعكم، ولكن راه ما كاين لا غيشجعكم قد نفوسكم اللي غتبداو تشوفوا النتيجه صدقوني. دونك انا غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله بعض الوصفات اللي كندير هكذا باش هكا نحفزكم حتى نتوما، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. والله يخليكم تهلاو في راسكم باش ان شاء الله تهلاو في وليداتكم وفي الناس اللي كتبغيهم. خليتكم على خير. كاينين بعض الصباحات اللي كنقتصر فيهم فقط على العصائر، يعني عصائر هكذا ديال كرافس ديال باربا مع شويه ديال الحامض بحال اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم. صراحه هذا العصير تيعجبني. علاش؟ لانه كيسهل عمليه الهضم وغني بالحديد بحكم يعني هذا الباربا اللي فيه. تيحسن يعني النضاره ديال الوجه وفيه فوائد كثيره جدا. غير هو بالنسبه للكرافس والحامض وهاد الاشياء ما خاصناش نكثروا منها لا افراط ولا تفريط. وفي الايام الاخرى كنبدل، يعني كل مره تندير حويجه جديده. وبعض المرات هكا الا تعشيت معطله اولا بكري بزاف، يعني مثلا مع 6 ولا فلا غدا الصباح الا جاني الجوع تنحاول انني نفطر باش هكا دائما القاعده ديالي انني ما نملش، نتصنت الجسم ديالي باش هكا. المهم عندي انا هو الاستمراريه وناكل اشياء صحيه. دونك هنا كناخذ واحد الكويس كندوز به الصباح. ديك القريعه على اغلب المرات كنديها معايا للخدمه صافي تنبقى غدا بالنهار ديالي هكا. هنا غادي نجي نبارطاجي معكم ان شاء الله الغديوه، يعني واحد نموذج ديال الغديوات اللي انا كناكل. يعني ميم ملي كناكل يعني على برا ولا في شي بلاصه كنعرف شنو كنختار. كنبعد على الخبز، كنبعد على الحوايج اللي تيكونوا مقليين، على الاشياء اللي مصنعه بحال الكوردون بلو، بحال لي نوغيت، بحال لي بات ديال البيتزا اللي تيكونوا هكذا تتباعوا جاهزين. يعني كنحاول نكون يعني نتاقي داكشي اللي كناكل. دونك هنا اليوم غادي نبارطاجي معكم الطبق اللي كيجي ساهل. خديت هنايا السردين اللي كندير فيه هاد التوابل ساهله مهله، يعني كندير فقط مليحه، الكمون، تندير دي رونديل ديال الحامض. بعض الناس كيبغيو يديروا الشرموله بقزبر ومعدنوس وهذا، ولكن انا ولادي ما تياكلوش ليا صراحه بقزبر ومعدنوس. انا الطريقه حتى انا تتعجبني وتتجيني ما تتقهمش. فوالا دونك هادشي اللي كنقلب عليه وكتجي لذيذه اكثر. كذلك ورقه ديال سيدنا موسى، درت هنا غير شويه ديال الصوجه اللي انا كيحمقوا على وليداتي. انا ديك الجهه ديالي راني ما درتش فيها وصافي. ولا كان عندكم الزعتر حتى هو كديروا وتدخلوا يعني السمك ديالكم اولا السردين الفران. يعني كما تعرفوا السردين تبارك الله الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى.
وغنجي هنا باش نوجد واحد سلطه مرافقه اللي غادي نحضرها بابلي. بالنسبه للنشويات يعني ما خصنيش نقطعهم بمره، يعني لان ماشي في الصالح ديالي نقطعهم بمره. يعني مره كناخذ الرز، مره كناخذ ابلي، مره ندير البطاطا وحلوات والبطاطا العاديه. يعني مره كندير مثلا الكينوا، مره ندير على حساب يعني اللي متوفر عندي في الدار. وغنجي هنا ان شاء الله باش نحضر سلطه الخضراء اللي هي المساند الرسمي ديالي ديال الخس ومطيشه وبصله. وكان هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم، يعني كان طبق خفيف ظريف. بالنسبه لي انا كافيني ومفيني. السمك يعني كيجي لذيذ بواحد الطريقه رائعه جدا. بيان سور قبل ما تندخلوه الفران فاحنا كنديروا فوق منه زويسه بلديه، تنديروا الحامض كما شفتوا معايا. اللي كيعجبني في هذه الطريقه انه ما كيجيش كيجي خفيف، ما كيجيش يعني تيقهم، وهذا تيجي لذيذ بزاف، تيجي صحي لانه طيب يعني في الفران. رافقته هنا مع ابلي اللي درت معاه شويه ديال الطون، هذا المايس اللي انا شللتها مزيان، وشويه ديال يعني سلطه مغربيه. فوالا دونك كانت هذه هي الغديوه ديالنا. خلاص وليداتي عطيتهم عصير، انا ما خديتش العصير، اكتفيت فقط بهذا الطبق اللي كيجي لذيذ بزاف، مغذي صحي وكيشبع في نفس الوقت. كيتوني يلا شربت واحد الكويز ديال القهوه، نرجعوا بيه راقيه لبلاصتو، وغدا نمشي ان شاء الله باش نقاد الحويجات اللي خاصني نقاد. غنمشي نوجد عاود العشيوه. يعني قبل شاركت معكم هذاك لو بلا ديال السردين، صراحه كيجي زوين. هذاك الغزالات صورته لكم البارح، كان هذا كان يوم الاحد، صورته لكم بالغدا، ودابا غادي نصور لكم ان شاء الله واحد البلا ديال العشاء. وبالنسبه للغدا راه تقريبا عندي لو ميم برينسيپ، يعني في الغداء يعني كناخذ شي حاجه ديال اللحم، حوت اولا دجاج مع خضيره ولا مع اون سالاد ومع ان ديسير، صافي هذاك راه هو الغداء ديالي. يعني تقريبا تنمشي على هاد النظام هذا. وفي الليل كذلك تقريبا عندي جوج ديال الوجبات في النهار، وفي الليل كذلك يعني كناخذ عاود شي حويجه هكذا خفيفه ظريفه صافي. وهكذا يعني كنقطع الماكله عاود حتى لغدا مع 12. وما بين هاد الوقيته بحال دابا مثلا دابا شحال تقريبا واحد 6، انا مع ديك 8 غادي نتعشى صافي، غادي نحبس حتى لغدا مع 12 ان شاء الله. في هاد المده هادي فانا كندوزها غير بالماء بالعصير، الا جاني الجوع نقدر ناخذ تفاحه ولا شي حاجه. المهم ما تناكلش الخبز للغدا، يعني في النهار تناكل تقريبا جوج ديال الوجبات. بالنسبه للعشاء ان شاء الله، المهم انا مره في الاسبوع كندير لوليداتي الكبده بنفس الطريقه اللي كنت شاركت معكم جبونس اخر فيديو اللي كنت نزلتها. المهم كما قلت لكم مره في الاسبوع تنديرها لانها غنيه بلوفير، وخلاص وليداتي تيحماقوا عليها هكذا دي ساندويتش. المهم درتها غير مع شويه ديال الحامض ولا الخل، نخليها غير طرقت شويه باش تحيد لها ديك الزفوره. وديك الساعات فاش نطيبها وناخذ بعدا التليفون نديرو شي حاجه مفيده في يوتيوب نصنتو لها، شي حاجه تتموتيفي، شي بودكاست، شي حاجه زوينه باش هكا في او ميم طون في الكوزينه خدامه وكنستافدوا في نفس الوقت. بالنسبه للكبده من بعد ما كنرقدها في مليحه وفي الحامض اولا في الخل كما تنقول لكم باش نحيدوا منها ديك الزفوره. راك ديجا كما قلت لكم شاركتها معكم، ما فيها بس نعاود نقول لكم الطريقه لان انا هذه احسن طريقه تجيني نحضر بها الكبده، كتجي لذيذه بزاف. كندير معها شويه ديال المليحه، الكمون،
شويه ديال البودره ديال الثومه ديال البصله وكذلك التحميره، شويه ديال زيت الزيتون صافي، وتنغطيها طيب على نار مهيله باش كيدخلها الطياب تجي فتيه وما تجيش قاصحه. المهم انا المكونات باش طيبتها انا غادي نعاود نكتبهم لكم. بالنسبه لوليداتي فانا كناخذ لهم هكذا الباريزيان، تندير لهم هاد لا مايونيز اللي كنت حضرتها معكم في الفيديو ديال بعض التحضيرات اللي كنقادو هكذا في الدار، ديجا شاركته معكم، دابا نخليه لكم حتى هو. وهذه هي الكبده، يعني كتجي صراحه بنينه بزاف. تقدروا تستعملوا فيها حتى البصله هكذا، الا بغيتوا ديروا بصيله يعني طريه تقدروا انكم ديروها. وبالنسبه لهاد لي ساندويتش هكا تيحماقوا عليهم وليداتي مع شويه ديال الخاص، بصيله ومطيشه، وحتى بعض المرات كنزيد لهم فخوماج غابي تيعجبهم. وانا حتى انا يعني درت نفس الشيء، غير انا ما درت شي الخبز، يعني درت هكذا بلا ورافقته مع شويه ديال لافوكا خضراء بحال هكا، يعني ولادي ما تيقدوش ياكلوها الا ما كانش هكذا في عصير مع الليمون ولا مع الحليب، ما تيقدوش ياكلوها بتاتا. ومن طبيعه الحال ولا بدا ما ندخلوا دهون صحيه للاكل ديالنا، وما كاينش فوق هذا الكوكب دهون صحيه احسن من الدهون ديال الزيت البلديه، يعني نفطروا بها نديروها في لي سالاد ديالنا. انا راجلي كان كيزيد الطياب هذا الكبده لانه شويه تيبغيها تكون قاصحه. وما بين الوقيته ديال العشاء وديال الرياضه كنخلي تقريبا واحد ساعتين، الوقت اللي كتهضم الماكله ما كنبقاش متقله، وديك الساعات كنمشي كندير ديك ساعه العروض ديالي بكل اريحيه. ونهارات اللي تيكونوا عندي فيهم الرياضه فانا انفا كندخل الدار تنبدا بالعشاء هو الاولاني. بالنسبه للقناه اللي انا كنستافد منها بزاف خصوصا في التمارين ديال المقاومه، لانه هما اللي تنفعونا باش كنربيو عضلات اكثر، وكان يعني باش نكونوا يعني في واحد لا سوبليس كذلك مزيانه. فهي القناه ديال جيم ديريكت اللي صراحه فيها بزاف ديال لي كوتش. شوفوا نتوما يعني لي كوتش اللي غادي يناسبوكم. انا نخلي لكم لو ليان ديال لا فيديو اللي كنت اول مره بديت فيه، راه هو هذا نيس. نصيحه اللي بغيت نقول لكم ان الملابس الرياضيه مهمه جدا، ولو تكونوا في الدار ما غتمشيوش للنادي لبسوا بحيله غتمشيو للنادي باش هكا كتهيئوا نفسكم بسيشيكمون انكم غتنوضوا تلعبوا رياضه باش ديروها يعني على قواعدها، ماشي حنا غادي مثلا بالبيجاما ولا هكذاك بحال غنبقاو غير نلعبوا صافي. فنختاروا ملابس رياضيه ملائمه، كولون اللي يكون هكذا طالع بحال ديك لابوند اللي وريتكم في الكولون اللي كنلبس. خديت بحال هادوك صراحه زوينين وكيجمعوا حتى الكرش وكيساعدوا باش انكم تبقاو هكذا مجموعين. ميم لي بغاتيغ حتى هما حاولوا انكم تستعملوهم لانهم تيجمعوا تيخليكم ديروا الحركات ديالكم وانتم مرتاحين. بطبيعه الحال كنبدا شويه بالحبل واحد 10 ديال الدقائق على قبل التسخينات، وباش يعني بحال واحد النوع ديال الكارديو باش على قبل الدوره الدمويه. ومن بعد يعني كنخدم هاد لا فيديو تقريبا تتكون فيها واحد 35 دقيقه. كنطريد على خاطري واحد الراحه. الحمد لله انني احسن باليد بالنسبه هي هذه. واحسن حاجه من بعد ما كتساليو وكتاخذوا لا دوش ديالكم وكتمشيو تنعسوا، احسن نعيسه في العالم هي هذه. من بعد ما كديروا الرياضه كتنعسوا صافي نوم عميق جدا. واللي خاصكم تعرفوا بانكم ملي كديروا رياضه وكتنعسوا فانتم كتساعدوا الجسم ديالكم باش انه كيحرق دهون اكثر، خصوصا ملي كتخليوا المده ما بين الاكل وما بين الرياضه كما قلت لكم. فالحمد لله على هذه النعمه، والحمد لله كذلك على ان الله سبحانه وتعالى عطانا من فضله الواسع اننا نكونوا من زمره الناس اللي يحشرون نفسهم في الاشياء التي تعنيهم. والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى جعلنا من الناس اللي باغا تصلح نفسها وذاتها باش تزيد براسها للقدام في اشياء ربما تقدر تبان للناس بسيطه، ولكن عندنا فهي عظيمه جدا. وما كاين ما عظم وما افخم من هاد الاشياء. ومن طبيعه الحال كل واحد وزاويه الرؤيه ديالو للاشياء وللحياه. فركزوا على نفوسنا على اهدافنا ونمشيو في طريق الله ونحطوه قدامنا بين عينينا في اي خطوه. وبالفطره ديالنا اكيد كنعرفوا طريق الخير وطريق الشر. فنتمنى ان شاء الله نكونوا من الصالحين الشرفاء الناس اللي كيبغيهم الله سبحانه وتعالى. كنبغيكم بزاف وخليتكم في راحه الله.